لذلك وللأسباب السالفة مجتمعة عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإعمالا لأحكام المواد 78 86 87 100 173 175 إثبات و323 و367 و376 الفقرة الثانية و382 421 422 إجراءات جزائية، وكذا أحكام المواد 8 و9 و21 و109 و183 و234 و241 عقوبات. فإن الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف الأمانة وبعد المداولة تحكم في هذه القضية بما هو آت: أولاً قبول الطعن بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً للأسباب المشار إليها في الحيثيات. ثانياً قبول الطعن بالاستئناف المرفوع من المستأنفين: الأول عبد الله حسين ناصر السباعي، والثاني وليد سعيد الصغير العامري، والثالث محمد عبد الواحد محمد الحميدي، والرابع دليل شوعي محمد الجربة، والخامس منيف قائد عبد الله مغلس، والسادس عبد الله إسماعيل أحمد عون القدسي شكلاً. ثالثاً عدم قبول الطلبات المقدمة من المستأنفين من الأول حتى الخامس لما عللناه آنفاً. رابعاً وفي الموضوع: واحد تؤيد الشعبة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شد الأمانة محل الطعن فيما قضى به على المتهمين المستأنفين من الأول حتى الرابع للأسباب المشار إليها في البندين أولاً وثالثاً للأسباب المشار إليها في الحيثيات. اثنين تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي محل الطعن ضد المستأنف الخامس منيف قائد عبد الله مغلس من إدانته بجريمة القتل عمد العدوان إلى الحكم بإدانته بارتكاب جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت ما عللناه بالحيثيات، ومعاقبته على ذلك بالحبس مدة 5 سنوات في الحد العام، وإلزامه بدفع عمدية مغلظة مقدارها 5 ملايين و500 ألف ريال يمني تسلم لأولياء دم المجني عليه عبد الله قائد محمد الأغبري. 3 تعديل ما قضى بالحكم الابتدائي محل الطعن في البند رابعاً بشأن مقدار العقوبة المحكوم بها على المستأنف السادس عبد الله إسماعيل أحمد عون القدسي إلى معاقبته بالحبس مدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه لما عللناه بالحيثيات. 4 تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي محل الطعن في البندين خامساً وسادساً. 5 إلزام المستأنفين من الأول حتى الرابع بتسليم أولياء المجني عليه عبد الله قائد محمد الأغبري مبلغ قدره 300 ألف ريال مقابل نفقات المحاكمة لمرحلة الاستئناف. هذا ما ظهر وبه حكمنا عملا بالظاهر، والله من وراء القصد في ذلك.